اهلا بيكم في مطبخ السعادة. النهاردة هنعمل قالب الكنافة بالفراولة بدون استخدام فرن، والمقادير في اخر الفيديو. اول حاجة عندنا الكنافة، هنبتدي نقطعها بالشكل ده، وبعد كده هنسيح الزبدة ونحطها على الكنافة ونحطهم في طاسة على النار ونبتدي نقلب فيها لغاية ما تاخد معانا اللون الذهبي وتبقى كريسبي مقرمشة، ونبتدي نقلبها كويس على كل جانب، واهم حاجة نفضل نقلب فيها عشان ما تتحرقش. وبعد كده في الاخر بتكون بالشكل ده. هنبتدي نحط عليها شربات الحلويات، ما نحطش كتير عشان ما تبقاش جامدة. وطريقة عمل شربات الحلويات هتلاقوه في رابط في صندوق الوصف اسفل الفيديو. وبعد كده هنجيب اي قالب عندنا ونحط فيه نص الكمية بتاعة الكنافة، وبعد كده هنحط صوص الفراولة بالشكل ده. وطريقة عمل صوص الفراولة المظبوط برضو هتلاقوه في رابط اسفل الفيديو ده. وبعد ما نحط صوص الفراولة هنبتدي نحط بقية الكنافة ونسويها كويس بظهر المعلقة بالشكل ده. وبعد كده ممكن ندخلها التلاجة لمدة بس نص ساعة لغاية ما تمسك في بعض، وبعد كده نطلعها ونقلبها بالشكل ده، وممكن نزينها بكريم شانتيه للي يحب. وأتمنى حضراتكم تجربوها وإن شاء الله تعجبكم. بتمنى الفيديو يكون عجب حضراتكم، ولو عجبكم ما تنسوش لايك على الفيديو واشتراك في القناة، وممكن تتابعونا على مواقع التواصل موجودة أمام حضراتكم. وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديوهات جديدة على مطبخ السعادة.